في كرة القدم في لحظات بتعيش للأبد، لحظات بتتسجل في التاريخ وبتتحول لذكريات مش ممكن تنساها. النهائي التاريخي، أو زي ما بيقولوا، هو نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2020. كان أكبر من مجرد ماتش، كان صراع كروي، كان حلم الجماهير الفريقين. كانت النهاية مختلفة عن أي توقع. النهاردة هنتكلم عن ماتش القاضية، الماتش اللي كتب التاريخ بجملة واحدة، وهي القاضية ممكن، القاضية ممكن. القاضية ممكن. الماتش اتلعب يوم 17 نوفمبر سنة 2020 على استاد القاهرة الدولي. لأول مرة في التاريخ الأهلي والزمالك بيتقابلوا في نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي داخل وهو بيدور على البطولة التاسعة، والزمالك نفسه يكسر العقدة ويرجع للتتويج بعد 18 سنة غياب. الأنظار كلها كانت على الماتش، مش بس في مصر، في أفريقيا كلها، لا، في العالم العربي كمان. التوتر كان عالي، والإعلام والجماهير عايشين على أعصابهم، وكل مستني اللحظة اللي هتحدد مين هيبقى ملك أفريقيا. صفارة البداية، الأهلي بيبدأ بقوة، وفي الدقيقة الخامسة النادي الأهلي الهدف الأول عمرو للنادي. السولية بيفتتح التسجيل برأسية قوية بعد كرة ثابتة. الأهلي بيتقدم وجماهيره بتشعل المدرجات، حتى بتشتعل قدام الشاشات، لكن الزمالك ما استسلمش. بدأ يدخل في أجواء الماتش بسرعة ويمسك نص الملعب، وتيجي الدقيقة 31، لحظة للذكرى. شيكابالا يستلم الكرة على حدود المنطقة، يروج الأول والتاني والتالت، شيكا خطيرة، جول التعادل من ويسدد صاروخ بيساره في المقص. جول عالمي، من أجمل أهداف النهائيات في أفريقيا. الاستاد اهتز والزمالك بيتعادل 1-1. الجماهير كلها كانت عارفة إننا قدام ماتش مش عادي. في الشوط التاني الماتش بقى حرب تكتيكية، الزمالك ضغط بكل قوة، والأهلي بيرد بهجمات مرتدة. كرة خطيرة من زيزو لكن ترتطم في القائم، لحظة حبست الأنفاس لكل مشجع أهلاوي. الوقت بيعدي والدقيقة 80، والكل متأكد إن الماتش رايح للأشواط الإضافية. لكن الدقيقة 86 حملت الصاعقة. كرة مقطوعة من وسط الملعب وصلت لمحمد مجدي قفشة. قفشه يستلم ويجهز ويراوغ ويسدد من بعيد، الكورة وجول القاضية ممكن. وظيفة بتسكن شباك. جول جول جول. عصام الشوالي بيصرخ: القاضية ممكن، القاضية ممكن. الجملة اللي بقت أيقونة فضلت خالدة في ذكرى كل مشجع أهلاوي. ويتقدم الأهلي 2-1، والزمالك بيسقط في الصدمة. مفيش وقت للرجوع، خلاص، القاضية اتحسمت. صافرة النهاية، الأهلي بيتوج بالبطولة التاسعة في تاريخه. اللعيبة والجهاز الفني في فرحة هستيرية، والجماهير الأهلاوية عايشة أسعد لحظات حياتها. أما الزمالك في خيبة أمل كبيرة، كانوا على بعد خطوات من الحلم، لكن القاضية حرمتهم منه. اللقطة دي فضلت ترند لشهور طويلة، كلمة واحدة بس غيرت معاني كتير: القاضية ممكن. ماتش القاضية ده مش مجرد مباراة كرة قدم، هو درس في الإصرار، إنك ما تيأس وتفضل ورا حلمك لحد اللحظة الأخيرة. الهدف ده هيفضل محفور في التاريخ، هيفضل علامة من علامات الكرة المصرية، ولو الزمن يرجع تاني هيفضل كل أهلاوي يتمنى يعيش اللحظة دي من جديد، وكل زملكاوي يتمنى إنها تتمحي من الذاكرة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني في فيديوهات تانية عن لحظات خالدة في عالم كرة القدم. أشوفكوا الفيديو الجاي، سلام.